السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل حاجه كده ساقعه تطر علينا في الحر الشديد دوت. وحاجه سهله جدا ومش مكلفه خالص. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. مكوناتنا بسيطة جدا ومش مكلفة. معايا كيسين جيلي أي نوع تحبيه. أنا معايا كيسين فراولة، ومعايا كوبايتين مية مغلية وكوبايتين مية ساقعة. هي دي مكوناتنا بس. هاخد الكيسين الجيلي وافتحهم واحطهم على الميه السخنه الاتنين مع بعض. ما احطش واحد واستنى لما افتح التاني واحطه، لا لازم احط الكيسين مع بعض. علشان لو حطيت كيس الاول بعد كده افتح الكيس التاني الاولاني هيجمد في الميه السخنه. فلا احط الاتنين مع بعض واقلبهم على طول بالمضرب اليدوي او بالمعلقه. اقلب كده على طول هتلاقيهم بيدوبوا معايا بكل سهوله. اقعد اقلب بسرعه بسرعه بسرعه، واول ما الاقيهم دابوا احط عليهم كوبايتين الميه الساقعه واقلبهم واسيبهم بقى لغايه ما يبردوا شويه. بعد ما الجيلي سبته برد هجيب بقى اي فاكهه عندك، اي انواع فاكهه، اي بواقي كده فاكهه. عندك صبع موز، عندك تفاحيه، عندك شمام، عنب، اي حاجه ان شاء الله نوع واحد. لو عندك حتى شويه عنب اعملي بيها، عندك موزايه تفاحيه اعملي بيها، يعني مش شرط تشكيله، حاجه واحده تتعمل بيها. هجيب بقى قالب او هجيب قوالب صغيره زي ما تحبي. عايزه تعملي قالب كبير، عايزه تعملي قوالب صغيره، دي حاجه براحتك. هجيب القالب وهدهنه زيت علشان يطلع معايا بكل سهوله. هدهنه زيت خفيف قوي، يعني مش عاملاه زيت، لا زيت خفيف. واحط بقى فيه الفاكهه بتاعتي. طبعا زي ما قلت لكم انا حاطه بقى عنب اخضر واحمر، وكان عندي تفاحيه صغيره قطعتها، وكان عندي موزايه، وكان عندي شمام كمان رحت مقطعه قطع صغيره، كله قطع صغيره. واحط كده شويه حلوين في القالب بتاعي. بعد كده بقى هصب عليهم الجيلي بتاعي. طبعا الجيلي يكون بارد عشان الفاكهه تفضل زي ما هي. لو حطيتي الجيلي وهو سخن الفاكهه هتطرى معاكي، لكن لما تسيبي الجيلي يبرد الفاكهه بتبقى زي ما هي. زي ما انتوا شايفين كده، العنب عشان تقيل رقد تحت، والموز بقى والتفاح طلع لفوق، والشمام علشان خفاف. لما بقى يجمد هيدينا شكل حلو جدا. وكمان بقى عندي قوالب كده صغيرة فقلت اعملها للي يحب ياخد واحدة لوحدها. برضو ادهنها زيت كده خفيف واحط فيها برضو شوية فاكهة، وبعد كده اصب فيها الجيلي بتاعي، واروح بقى احطهم في التلاجة. انا عاملاهم بالليل هسيبهم بقى لغايه الصبح. هحطهم على رف التلاجة، مش هحطهم في الفريزر لان انا مش مستعجله. انا عاملاهم بالليل متاخر فهسيبهم للصبح وبعد كده نشوفهم. قالب الجيلي طلعته من التلاجة بعد ما تلج، شايفينه مسك نفسه كده بقى متماسك جدا. هجيب بقى سكينة كده واسلكه كده من الحروف. شايفينه هو اصلا متسلك علشان ادهناه شوية زيت خفيفة. هقلبه بقى على الطبق اللي انا هقدم فيه. الله على الجمال، شكله حلو جدا. شايفين لما قلت لكم العنب نزل تحت والتفاح والموز والشمام طلع فوق؟ دلوقتي بقى لما قلبناه الموز والشمام والتفاح بقى تحت والعنب بقى فوق، وفي النص بقى فاضي. تحفة، يعني تاكلي فاكهة وبعد كده تلاقيها فاضية وبعد كده تاكلي فاكهة تانية. شكله حلو جدا وساقع ومتلج بقى، يرويكي كده في الجو الحر ده، وهيعجب أولادك جدا. وممكن كمان تعملي لي ضيوفك. حلو جدا جدا. تعملي كده بولات صغيرة تقدمي لكل واحد واحدة، يبقى حلو جدا جدا. جربوه هيعجبكم ان شاء الله ويعجب اولادكم. ما تنسوش اهم حاجة تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.